الأحوال. كما كتشوفوا اليوم جيت نشارك معكم واحد عجينة بيتزا ديال المحلات اللي كتشوفوا هنايا. عندي السكر سنيدة ملعقة، وعندي نصف ملعقة ديال الملح، وعندي ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية. كما كتشوفوا الدقيق ديال الفينو والدقيق العادي، ونصف كأس ديال الزيت. كنحركو مزيان المكونات كاملة مزيان صافي، ونضيفوا الماء تدريجيا. بالنسبه للماء خصكم ضروري تضيفوا تدريجيا، لان كل دقيق وعلى حسب كيشرب واش كيشرب مزيان الماء ولا لا. فكنضيفوا تدريجيا، ما خصش العجينه ديالنا تكون رطبه، وما خصهاش عاوتاني تكون قاصحه بزاف. كما كتشوفوا هنايا العجينه ديالي خليها ترتاح. نوجد معكم الحشوه ديال البيتزا. عندي هنايا واحد 2 حبات ديال البصله و2 حبات ديال الفلفله مقطعين، وغنحضروا لاصوص. عندنا واحد 3 ديال الحبات ديال المطيشه، غنقطعهم ونطحنوا في الخلاط. طحنتهم دابا في الخلاط. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الطماطم مركزه، قليل من الفلفل الاسود الابزار والبابريكا او التحميره، والقليل من الملح. كما كتشوفوا هاد لاصوص وها الفلفله ضفتهم في المقله ديالي باش يتشحروا ليا. ضفت لهم هنا غير الزيت، ومن بعد دابا غنضيف لهم قطع ديال الدجاج، ونضيف قليل من الفلفل الاسود والابزار وقليل من الملح. نحركوهم مزيان حتى يتشحروا لينا ان شاء الله. كتجي هاد لاصوص وهاد الحشوه كيجيو رائعين. كما كتشوفوا هاد الحشوه ديالنا وها لاصوص، راه لاصوص كيجي زوين. دابا غنبداو نطلقوا العجينه ديالنا بالفينو. فرا كما كتشوفوا العجينه كتجي رطبه مطاوعه يدينا، فانا غنديرهم ميني بيتزا. هاد العجينه راه كتجي زوينه بزاف، كتجي هشيشه ديال المحلات. يجربوها ان شاء الله وراه غادي تعجبكم. كما كنشوفوها كنطلقوها مزيان، والحجم عندي كنقطعها بهذا الشكل هذا. اللي ما عندوش يقطعها بزلافه. كما كتشوفوا هي درت لها نص طيبه بعد ما قطعتها وتقبتها بالفرشيطه. دابا غادي نبدا ان شاء الله نعمرها. راه خرجت ليا ديك الكميه ديال الدقيق، 500 غرام ديال الدقيق مع كاس ديال الفينو. راه خرجت ليا 20 حبه، وانا خديت هاد الكميه اللي غادي نحتاج. كما كتشوفوا راه معروف بيتزا كيفاش كتصاوب. المهم بغيت نعاود معكم الطريقه، راه كتجي زوينه بزاف، لا بالنسبه للحشوه ولا بالنسبه للعجين. وبالنسبه نسيت ما قلت لكم، بالنسبه لاصوص ملي تبغيو تحطوا يعني تديروا في البيتزا، ضروري كتزيدوا واحد اضافه زعتر. وكما كتشوفوا البيتزا ديالي وجدات، راه كتجي غزاله وهشيشه. ومن بعد ما حضرت معكم بيتزا غنحضر معكم واحد الطاوه ديال الحوت. كما كتشوفوا عندي هنايا بطاطا مقطعه رقيقه. كما كتشوفوا عندي سردين، عندي مطيشه، وهنايا واحد 2 بصلات مقطعين، وعندي الثوم والقزبر. راه معروفه الشرموله ديال السردين. كنضيفوا الفلفل الاسود، الكركم، بابريكا، تحميره، كمون، وكنضيفوا الملح والزيت. وهنايا راه ضفت واحد العصير ديال الحامض من قبل. كنحركوا مزيان الخليط ديالنا. الشرموله كتجي زوينه بزاف صافي. ونضيف شويه ديال الماء. ودابا غادي نشرم البطاطا هي الاولى اللي نفرشها فوق البصله. فرا كتجي زوينه يعني هاد الطاوه كتجي رائعه، راه طاوه مغربيه 100%. ايوا كتشوفوا هنايا كنشد السردي ديالي كنشرملو، كنحط وحده فوق وحده، فرشو كامله في الطاوه ديالي. راه كتجي زوينه باش تشرموله وبنادم يبدل. حتى بالنسبه للمطيشه حتى هي خصك ديرها في التشرموله. كنبقاو على هاد الطريقه حتى نكملوا الخضره ديالنا. نديروا طبقه كذلك ديال البطاطا عاوتاني.
وبالنسبه للسردين ما غاديش نضيف يعني وحده فوق وحده، غندير غير في وحده وحده وحده، يعني نفرش فيهم من الفوق صافي. وغادي ان شاء الله غادي نطيبهم في الفران، فراه كتجي رائعه ولذيذه. ديك الشرموله اللي بقات لنا غنضيف لها شويه ديال الماء ونخويها هنايا على الطاوه ديالي. كما كتشوفوا نضفت الزيت، ندخلها الفران. هذه هي الطاوه ديالي راه كتجي بنينه. نتمنى تجربوها وما تنسونيش من لي لايك. والسلام عليكم.